لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، ويعتبر ان نظره للشيخ اكتر من الاكل والشرب. يعني لو كان جعان وعطشان وراح بص للشيخ بتاعه والجوع والعطش ده ما راحش، يعرف انه مش مريد صابر. لما تيجي خارج من عند الشيخ ما تديلوش ظهرك ابدا، ولا تصلي وتديله ظهرك. حتى في الصلاه ما تصليش وتديله ظهرك. اكيد كلنا سمعنا الكلام ده وزولنا. لا فوق كده، ده انا جايه النهارده احكي لكم على حكايه تشيب. جاهزين؟ في اسكندريه وتحديدا سنه 1922 اتولد صلاح شيشة، اللي من يومه هو ثقيل ومتنمر وبيسخر من كل اللي حواليه. قدر ان هو يدخل كليه الطب، وبرغم ان هو كان متفوق جدا فيها الا انهم وقت تعيين المعيدين وبسبب اسلوبه الزفت تجاهلوه تماما وعينوه في الساحه المدرسيه. طبعا صلاح ما عجبوش الكلام ده خالص، وقرر انه يفتح لنفسه عياده بطن صغيره في محرم بيك. ولما لقى الشغل مش قد كده قرر من نفسه ان هو يغير التخصص لنساء وتوليد، وخصص نفسه في الاجهاض. ونجح بقى صلاح في الشغل الشمال وكون ثروه محترمه وبقى على قلبه فلوس قد كده. في مره في الستينات عربيه صلاح عطلت منه، فقرر انه ياخدها عند الميكانيكي. وهو قاعد بيتكلم وبيدردش مع الميكانيكي قال له: عارف يا دكتور صلاح، ده انا امبارح كنت عند شيخ ايه ما شاء الله عليه، مبروك، فك من عليا عمل كان معمول لي بالحزن والعكوسات ووقف الحال، وتخيل خد مني كام؟ 6 جنيه بس. صلاح قال له: يا ابني انت عبيط، مفيش حاجه اسمها كده، اللي انت بتحكي فيه دوت اسمه دجل وشعوذه، الراجل دوت نصب عليك، روح خد فلوسك منه. فالميكانيكي قال له: ينفع تيجي معايا؟ راح صلاح معاه، واول ما دخل على المشعوذ قال له: لو سمحت اديني ال6 جنيه اللي انت نصبت على الراجل ده فيها. فالمشعوذ قال له: انا مستعد اديلك ال6 جنيه، لكن لو انت عرفت الكتاب اللي معايا دوت فيه ايه هتديني 10 جنيه. فرد عليه صلاح وقال له: ايه يعني اللي مكتوب فيه؟ قال له: خد بنفسك وشوف. قرا صلاح الكتاب، لقى مكتوب فيها حياته من اول ما اتولد لحد اللحظه اللي موجود فيها، كتاب من 15 صفحه فيه العجب. صلاح حرفيا بقى مبلول ومش عارف ومش فاهم ازاي ده يحصل. ومن ساعتها هو صلاح لازق للراجل دوت زي قتله 5 سنين كاملين كل يوم فيها عنده. واتجه صلاح للصوفيه اللي ما لقاش نفسه فيها، فقرر انه يعمل لنفسه طريقه يجمع فيها كل اصحابه واحبابه. طبعا محدش اتبعه لانهم كانوا شايفينه عبيط. وطول الفتره ديت صلاح ما كانش لاقي نفسه، وعشان هو عارف من جوه نفسه قد ايه هو عظيم ومفيش منه اتنين، قرر ان هو يسيب الدجل والطب وادعى النبوه. والله زي ما بقول لكم كده، صحي من النوم فجاه قال لمراته: ازيك يا خديجه؟ فردت عليه مراته قالت له: خديجه مين يا صلاح؟ قال لها: انت خديجه ام المؤمنين وانا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن روحه تجسدت فيا. فمراته قالت له: ايه يا صلاح، انت هتكفر ولا ايه؟ قال لها: اكفر؟ طب انت طالق. صلاح راح للممرضه بتاعته وقال لها ان هو نبي، فصدقت فيه من غير ما حتى تجادله. حاول صلاح ينشر دعوته في محرم بيك لكنه فشل ذريع، فاتجه للاحياء الفقيره والجهله، وفي منهم كتير صدقوا فيه وامنوا بيه، وبقى كل اللي يؤمن بيه ويتبعه يبشروا بالجنه ويوعده ان هو يمسح كل سيئاته. وبقى يفسر القران بقى بمزاجه، وابتدى ان هو يسكت الفرائض زي الصلاه والصوم. ومن اشهر اقواله: فايدة الحج ايه؟ ليه تروحوا تحجوا عند محمد القديم وحضرة النبي بنفسه موجود حواليكم؟ تعالوا لفوا حواليا يا ولاد. المشكلة بقى ان عدد اتباعه والناس اللي كانت مصدقة فيه ابتدوا يزيدوا. وقدر صلاح ان هو يوصل لدكتور من زمايله القدام اسمه دكتور احمد ودكتورة نشوى مراته، وقال لهم على الدعوة بتاعته. المصيبة بقى ان هم صدقوا فيه، وقرر صلاح ان هو يستغل شقتهم لانها كانت اوسع وفي مكان ارقى، وسمى الشقة بتاعتهم الساحة. في مرة هو صلاح قاعد مع دكتور احمد قال له ان الوحي جاله وبلغه انه انا مش عارفة اقولها لكم ازاي بس هقولها لكم، انه يعمل علاقة مع نشوى وبكده هيرفع الله قدرها وهتبقى ام المؤمنين خديجة. ولان احمد قال ايه بيحب نشوى قرر ان هو يتنازل واقنع نشوى ان هي تعمل علاقة مع صلاح، وبالفعل بقوا يعملوا علاقة قصاد دكتور احمد عادي جدا. واحلام نشوى بقت بمثابة الوحي اللي بيفصلوا صلاح على مزاجه، وبالنسبة لمريدينه هي بمثابة قرآن، أو زي ما كان بيقول صلاح تنزيلات يكتبوها على هوامش المصحف ويقروها ويرددوها. وابتدى صلاح إن هو يقسم مريدينه لقسمين: القسم الأول المماليك ودول اللي اتبعوه من أول ما بلغ دعوته وكانوا بيجيلهم الاثنين، والقسم الثاني الصعاليق ودول اللي لسه متبعينه جداد وكانوا بيجيلهم الخميس. وكان عامل طقس كده اسمه الطقس الإصلاحي، كان يقعد على الكنبة في الساحة لابس قفطان أبيض، يجي التابع يقف على الباب وبعدين يحط ايده على صدره كده ويستأذن بالدخول. فصلاح يقعد يبرطم بكلام غريب كده وبعدين يقول الله، فالتابع يقول له الله يا سيدي.
وبعدين يدخل التابع. لو من الصعاليك يبوس ايده ويبوس رجله الشمال وبعدين يبوسه 3 مرات. لكن بقى لو من الملوك بيزود شويه ويبوس رجله الشمال وبطن رجله. لكن لو من الستات بقى فتتاخد بالحضن وتتباس 23 بوسه. وما تسالونيش ليه 23، ليه مش 20 وليه مش 25؟ الموضوع ده معصبني جدا. المهم ان صلاح كان بيسمي البوسه ديت البوسه الصالحيه. الله يخرب بيتك يا صلاح. وبعدين يجمعهم كده في جلسه، وطبعا الملوك قدام والصعاليك ورا. وبعدين يقول لهم ايه رايكم يا اولاد لما احضر لكم روح الست السيده زينب او روح ستكم الحسين؟ ويبدا بقى هو يقول الله واللي وراه يردده ويسرع الريتم لحد لما يقول فاللي وراه يردوا عليه ويقولوا بنفس الريتم. الشارع اللي وراه. وبعدين يروح مبتسم ويقول لهم يلا يا ولاد روح ستكم حضرت، حد عايز يبلغها حاجه؟ ويعمل ان هو بيكلمها وهي بترد عليه، والمغفلين بيصدقوا. ولو كنتم مفكرين ان العبث خلص كده فلا، مع صلاح مش هتقدر تغمض عينيك. صلاح ما كفهوش كل اللي حكيناه دوت، ده الست اللي كانت بتعجبه كان بيعمل معاها علاقه. المشكله بقى ان اللي كان بيعمل معاها علاقه كانت بتبقى فخوره جدا في نفسها. امال ده النبي صلاح بذات نفسه عمل معاها علاقه، ده حلت عليها البركه، فكانت بتقعد تفتخر قصاد جوزها. والست اللي كانت بترفض ان هي تعمل علاقه مع صلاح كان بيؤمر جوزها ان هو يطلقها. الغريبه بقى ان جوزها كان بيطلقها عادي، اصلا شريفه. اما عن المولد النبوي فصلاح استبدله بيوم ميلاده، وكان ليه طقوس منتهى العبث، زي ان الستات تروح تصحيه من النوم وتقعد تبوس فيه، وبعدين يحطوا له هدايا على يمينه وعلى شماله، وبعدين يشغلوا اغاني شرقي ويقعدوا يرقصوا لحد الصبح والرجاله تسكر. صلاح بقى يقعد يصورهم فيديو وبعد كده يشغله لهم طول السنه. قال ايه؟ طقوس دينيه. صلاح بقى كمان فرض الجزيه على اتباعه، واللي كان متولي امر الجزيه دوت واحد من اتباعه اسمه عبد العظيم، كان شغال محاسب في شركه الغزل، وكان بيجمع الجزيه وحاططها في حساب مسميه راس مال الدعوه. صلاح بقى شغل الفلوس ديت في تجاره الاسمنت والحديد، شغل المقاولات عموما. واللي كان بيجيله كان بيحط 90% في حسابه و10% في قسم مسميه قسم النفحات. صلاح بقى كان بيوزع النفقات بطريقتين، الطريقه الاولى فلوس والطريقه الثانيه بوس. والحقيقه ان كانوا اتباعه بيحبوا البوس قوي وبيفضلوه عن الفلوس. وفضل الوضع كده لحد سنة 1985. بعد مراقبة صلاح وأتباعه اتقبض عليهم كلهم، وكانت من أشهر القواضي في الثمانينات. المشكلة بقى في التحقيقات إن كان كل ما وكيل النيابة يذكر اسم صلاح يرد أتباعه يقولوا صلى الله عليه وسلم. نشوة بقى كانت مصدقة فيه وفضلت مصدقة فيه لحد النهاية. وقتها الأزهر الشريف نزل فتوى بتكفير صلاح وأتباعه، وطلب إن هم يتعاقبوا أقصى عقوبة، واتحكم على صلاح ب5 سنين. خرج بعدها واتقطعت اخبار صلاح. يا رب الحكايه تعجبكم. انا جهاد.